كلكم. حاسه مفيش حد خالص. ربنا يخليك يا رب، تسلم لي يا رب. يا رب دايما تمام وكل الناس تبقى بخير، والسنه الجايه دي تبقى وشها سعيد على الناس كلها، عشان خلاص احنا كلنا استوينا يعني السنه السعيده دي تتقال بجد وحق وحقيقي انها تكون سنه سعيده لينا يا رب. اول حاجه اشتغلها عينيا، انا مش مخططه حتى كمان برضو هعمل اللوك النهارده ايه، لسه مش في بالي يعني. هعمل الاول كده اوزع. اول حاجه يا بنات احط درجه فوق جفني، درجه انا بقطع ليه، بختار من دي وبختار من مورفي. يا اختي اتفتحي. ناسب معانا ايه النهارده في لوك النهارده؟ انا مش هثبت بلوس باودر، لا انا هو كده كده الجو يعني ايه. وهبتدي اعمل بالشكل ده. انا مش عارفه هي اسمها ايه، الحساب واقع خالص ليه اهو. انا هعمله خفيف خالص النهارده وبسرعه وبالسريع كده عشان الحق 12 كده اكون بتمنى الاغنيه الجديده بتاعتي. انا اشتغلت في العين قوي. نعم. انت خلصتي ولا لسه لاحق. ماشي حبيبي. ابدا ادمج 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 واطلع لبره، ادمج واطلع لبره، ادمج واطلع لبره اهو. اسحب اللون لبره. اهم حاجه ناخد راحتنا في الدمج، اهم حاجه ناخد راحتنا في الدمج اهو. اجي بقى الناحيه دي. اهم حاجه اخد راحتي في الدمج. وانا هقفل كده، هقفل تاني عشان في حاجه غلط. اهم حاجه يا بنات ادمج ادمج باقل ما عندي براحتي خالص، ما استعجلش في الدمج. ثواني بس يبقى راحت تعب وراحت مجهود وراحت كل حاجه. شكرا يا استاذ. انا هطلع لبره، بشد لبره. وهنا كمان نفس القصه. انا كده كده هاخد اللايف ده متسجل عشان انا انزله على اليوتيوب وعلى البرنامج التاني، وتقريبا التيك توك بيعاقبني يعني. وفي بقى تريك تاني.
نعم. مش هعرف. مش هعرف. مقفول. هو اتقفل لوحده. لا سيبه. سيبه. ايه بس يا خالد. نعم. لا مش دلوقتي، لما اخلص. انت بتعمل ايه بره؟ هيجيبهولك دلوقتي لما يخلص يسمع الاخبار. هيجيبهولك. هيسمع الاخبار ويجيبهولك. مش عايز كرتون؟ امال عايز ايه؟ ماشي. مساء السكر ومساء السعادة يا أحلى سعاد في الدنيا. مساء الورد، وكل سنة وأنت طيبة يا رب، وسنة سعيدة عليكي. هابي نيو يير. أخدمها يا قلبي يا سعاد. أحلى سعاد في الدنيا. أنت طيبة يا رب. يا رب السنة الجاية تكون سعيدة عليكي وعلى كل أهل بيتك وعلى كل الناس الحلوة يا رب. كفاية بقى، تعبنا. تعبنا من حاجات كتير. فاحنا مستنيين كده السنة دي تبقى تعويض من عند ربنا بإذن الله يا رب، وعلى الكل يا رب. انا نجمك وحشتيني انت من زمان. مشغوله والله يا سعاد، انت عارفه، وهطلع باستمرار كده، وربنا يجعلنا ضيوف خفاف عليكم، وان شاء الله نبقى مع بعض على طول، والنفسيه تبقى مرتاحه دايما. ولا ايه؟ نرجع تاني زي الاول يا سعاد. بس مش هنعمل الصبح زي ما كنا بنعمل، عشان احنا دلوقتي بقى في الشتاء، فهبتدي اظبط. لا مش بابا. مش بابا. بقول له هو. بقولش حاجه. بقولش حاجه. بقول له مش بابا. مش بابا اللي عايزه، ده خالد. بقول له مش بابا اللي عايزه، خالد. بقول لك ده خالد. خالد اللي عايز، وبابا قال لي هاتي. لا لا. سيبي خلصتي لسه. لا. بدأت. هي عشان من زمان، علشان من زمان مختفية. الله يرحم بقى. هنرجع تاني. نرجع تاني يا سوسو. هبدأ بقى ايه، يشتموا في حاجات في السياسة بره. الصوت والالفاظ والحاجات واحمد موسى ومش عارف ايه. ماما بس. ماما بس. ماشي روحي. ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه. انت كده يا ماما. مش اقفل. لا اقفل، ما تفتحوش. اقفل ما تفتحوش. يا ماما ماشي. ماشي.
الرغي ما حبكش غير دلوقتي، الرغي ما حبكش غير دلوقتي. هبدا بقى اخد درجه تانية فاتحه فوق الدرجه اللي عملتها. يعني الرغي ما حبكش غير على باب اوضتي. اعملها بقى فرشه عشان المكان صغير. نعم لما يبرد. انا باخد الاطراف بتاعته، ما جيتش على الحته اللي قدام اللي عملتها بصباعي اللي كانت متركزه، لا انا باخد الاطراف بقى بتاعته دي بس كده، والناحيه الثانيه كذلك. هعمل الاطراف بس الاول. الله يسهل كل الحياه مشاكل يا رب، فين الله مع الصابرين يا سعاد. نعم خلصتي؟ لسه كوثر. هلو يا كوثر، ثانك يو. تسلم ايدك انتي، تسلم عيونك، تسلم عيونك انتي يا رب. اهم حاجه يا بنات ناخد وقتنا، ناخد وقتنا كويس قوي في الدمج. اهم حاجه اخد وقتي في الدمج، سواء بصوابي سواء بالفرشه سواء باي حاجه معايا، اخد وقتي فيها، ما استعجلش وما كروتش اهو. وارجع تاني بعيد على الحاجه اللي انا حاسه انها مش تمام، مش مظبوطه معايا، مش طالعه نفس الشكل اللي انا عايزاه، برجع بعيد على الشكل اشوف هتوصل معايا. يعني جميلي قلبك، انا عايزه بس انك تجملي قلبك وانت بتشتغلي. وبعدين بقى انت الشكل القديم هناك. نعم يا قلبي. فين الشكل ده؟ انت مولع ايه؟ انا عامله الرز اصلا سخن لسه. الرز سخن، الرز سخن. بقول لك ايه، تعالى هنا، قولها هنا بالله عليك، تعالى. دخلنا في طبخ خلاص كده. تسلمي. ارسم الحواجب، بعد كده ارجع تاني للعين اشوف ايه اللي ناقص فيها، ايه اللي عايز يبقى حاجات محتاجات. فالرموش انا عايزه ارسم الايلاينر عشان اعرف اطلع بيه الطلعه اللي عايزاها. ربنا يخليك يا سعاد. كنت عايزه ارسم المدمع بس خليه بعد ما احط الفاونديشن بتاعي. لا هخليها المدمع لحد لما اعمل الفاونديشن بتاعي، ولسه الرموش طبعا بتتحط. يعني هو ده برضه وقته عشان عايز ابدا السكن. حقيقي بجد، اقسم بالله انا كنت في راحه، انا كنت في راحه. هي دي قلشت شويه كده، هظبطها وانا بوزع الفاونديشن بتاعي.
شفتوا هي عامله قد ايه. هوريكم بنصلحها ازاي بالفاونديشن او بالكونسيلر بتاع العين. هوريكم بقى لو في حاجه عملت زي بالشكل ده تتصلح ازاي. عملت كده الرمش ده، اركب على الرمش التاني واصلح اللي ايه كان بايظ من الاول. لسه مفيش حاجه كامل، لسه مفيش حاجه عملت، لسه الفاونديشن حواجب ولا في اي حاجه اتعملت. احط اللزق تاني. صدقوا انا جبت نفس الرمشين يمين، كانت قديمه رموش يعني مستخدمه قبل كده، فجبت نفس الاتنين يمين. اجيب واحد تاني اهو. هركب بقى الرمش التاني. تسلمي يا ابو مالك. ماشي. هيه هيه هيه. غني يا حبيبي غني. الرمش ده اقصر شويه، بس هو بقى اللي لقيته يعني ده مش قصير، ده قصير. شايفه انت دي لو كده شويه مش مشكله. فهنعمل نثبت بقى الحواجب. يا إسراء يا إسراء يا عسل، يا مساء الفل وهابي نيو يير وسنة سعيدة عليكي وعلى عيونك. عاملة إيه يا سوسو؟ هبدأ أثبت بالشكل ده يا بنات. يا بنويت بقى يا حلوين يا ناس بصوا عملتوا إيه في الهابي نيو يير؟ عملت إيه يا سعيد؟ عملت إيه يا إسراء؟ كلكم كده عملتوا إيه؟ أو حضرتوا إيه أو جهزتوا إيه؟ ربنا يخليك، تسلمي لي يا زبيد. ما خرجتيش خالص؟ ما جهزتيش اي حاجه ولا كيكايه يعني ولا الحاجات اللي بنشوفها دي، الناس اللي ملناش دعوه بيهم يعني وكده؟
عملتي ايه يا سعاد؟ حضرتي طب ايه؟ ما خرجتيش. اللي ما خرجوش حضرتوا ايه طيب؟ ما تحسوش ان انا كده احنا زي بعض ولا ايه؟ انا بطلع كل سنه بطلع، بس جيت قلت ايه، لا جبت لب وعمل اوب 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 ويا احلى بيتزا. وعندكم ممكن تخرجوا عادي، ممكن تخرجوا يا سعاد عادي. هنا يا اختي الجو مشتي قوي، الواحد سقعان مش قادر اصلا يتحرك. انا عملت ايه؟ عملت لحمه وبطاطس ولسان عصفور، وعملت كيكايه. بس كل ده جهزته من امبارح يعني، حضرت كل ده امبارح، لكن النهارده ما عملتش اي حاجه. وعايزه بقى احس براس السنه، مش عارفه احس، لسه فاضل نص ساعه. هقرب هبدا مع الشعر بتاع الحاجب اللي ورا. هنا عندي قهوه سعوديه وحاله معاها وسلامتك يا بالالف هنا وشفا. الف هنا وشفا على قلبك. حواجب من ورا، بنيم الفرشه بتاعتي وبنيم الشعر، بنيم السحب معايا بالشكل ده. على فكره هو في ازمه في او مشكله يا اسراء في التفاعل وفي الحاجات دي فعلا. يعني انا فاتحه بقالي حاجه بسيطه، ما كملتش يعني ممكن تقولي ساعه، ومفيش اصلا تفاعل زي الاول. ففي حاجه، ولا عشان انا كنت قافله بقالي كتير. وبعدين اشد كده الشعر اللي قدام، بوقف الفرشه معايا كده كده بنات. انا بقول كده عشان زمان في التيك توك بيعاقبني يعني. لسه ما بقتش. كان اول ممكن يكون التيك توك هيتحدث كمان يعني، على السنه الجديده يكون في تحديث. انا بقيت اروح على البرنامج التاني على فكره يا اسراء يا سعاد، انا بكون اغلب وقتي كمان فاتحه في البرنامج التاني احسن من هنا. مش الانستا يا بنات. يلا بقى نتحذر نتحذر، البرنامج تاني غير ده خالص. ممكن لو مجهود هتاخديه تعمليه وهتاخدي مقابل مكان، مجهود هتعملي وهتاخدي مقابل مكان، وخليكي فاكره كلامي يا اسراء. البرنامج التاني هايل. الصداع اللي بره ده. هقول لك يا اسراء ماشي، والله العظيم اقول لك عشان بجد احنا هنا هطل هبل عف، تطلعي من غير ما تستفيدي اي حاجه. هناك هتطلعي هتستفيدي كل اللي انت بتعمليه، كل اللي بتعمليه هتلاقيه. بس انا بطلع هنا يعني ان شاء الله كده هفضل برضو هنا لان البرنامج اللي الكل بيتكلم عليه يا سوسو. طب اشرب ميه. انت رايح فين؟ رايح فين؟ خالد خالد انت خارج؟ انت خارج؟ انت رايح فين؟ انت هتروح فين؟
يوه، هتروح فين؟ انت هتروح فين؟ راح مع بابا. رايح فين؟ راح نودي معمول في الفلوس. ماشي؟ ماشي يا ماما؟ بره ولا هنا؟ بره. يعني انت رايح فين؟ ما انا مش عارفه. راح مع بابا. البس طاقيه. ماشي. خليه يلبس الطاقيه. طاقيه. نعم يا ماما. البس الطاقيه، ما تمشيش كده. ماشي. شاطر. لا ما ياخدوه. هو شكله انا اخر واحده اعرفه. هقول لك عليه والله يا اسراء. هو انا برضو لسه عارفه بقالي فتره، بس واضح ان الناس عارفينه من زمان ومحدش كان معرفنا حاجه. انت هتلاقي انا لقيت التيك توك كله هناك، صحابنا وكل الواحد عارفه كله هناك. الحاجة بقى تخين من ورا لما تصلح. اه يا بابا خرج ايوه. ايوه يخرب بيته. خرج. معلش يا جماعه انا بجعر لان انا ما بحبش اطلع وحد صاحي عندي في البيت او حد يكون موجود. هظبط الحاجب برضو في الاخر يا جماعه، انا كده برسم بس. الرمش مختلف، الرمش اليمين مختلف عن الرمش الشمال على فكره، مختلف. ده كنت قصاه. ايه بقى بدأ منين؟ انا اللي بكلم في نفسي. انت اخر من يعلم، كلنا كنا اخر من يعلم. هتروح بس هتدعي لي بعد اللي هقول لك عليه ده، تدعي لي كده وعيد الجمايل. هو بصي هيتعبك شويه وبتلاقي حاجه تعبك بتلاقي له وتقدير، وبتلاقي وفي ربح، وفي حاجه ربح مادي كمان بيطلع لك، ولو بتكملي يعني وكده بيطلع لك راتب وحاجات كده. حلو الكلام. اقول اكتر من كده؟ بتاعتي بص، الفرش بتاعتي ما شاء الله حبيب قلبي ماما مش مقصر، مش مقصر معايا نهائيا. هشيلهم فين؟ احطهم فين بعد كده يعني؟ هشيلهم فوق دماغي، اربطهم كده على دماغي وانا ماشيه بالبيت؟ حبيبتي يا سوسو، يا احلى سوسو. وانت طيب، كل سنه وانت طيب، يعني سنه سعيده عليك وعلينا كلنا يا رب. البتاع عمل لي كده. لا ايه. لا الدنيا باظت صح. انا هصلح في المرايه اللي قدامي وانتوا بقى معايا. مجنونه انا بضحك كده على الفاضي، مجنونه على فكره. مش عارفه ليه الموبايل بيعمل اللي فوق. عشان انا ما بتكلمش عشان بكون مركزه قوي في اللي في ايدي، انا اسفه. ما بتكلمش عشان بكون مركزه يا جماعه. حبيبتي يا سوسو، تسلم ايدك، تسلم ايدك يا سوسو.
الزياده بقى بمسحها في المنديل وارجع تاني بالفرشه. بطبع بس كده لان هو كده كده بيتشرب بسرعه، فكانه ما بيكونش موجود. على ما اخلص وكده تلاقي الدنيا كلها راحت في نفس المكان. يلا بينا يا سوسو، هنروح يا سوسو وهنروق الدنيا كلها. ده مش مكاننا ده ان شاء الله. يا رب يا اسراء بجد، عشان عندي امل باذن الله في المكان التاني ده ان شاء الله. هنرطب كويس من تحت العين. بما اننا جينا بقى الحته اللي كانت فيها الغلطه دي، انا هقول لكم اعملها ازاي بالمرطب كمان، يعني مش شرط. انا سايبه كمان اللي تحت العين باين. انا هقلل بس الصوره شويه، هقلل الزوم قصدي. اهم حاجه ارطب كويس من عند العين، من عند العين علشان ما يعملش معايا خطوط. اهم حاجه من عند العين ارطب كويس علشان ما يعملش معايا خطوط. وهاجي بقى على حته البلطايه الصغننه اللي كانت معموله، ممكن اعملها بالفاونديشن، ممكن اعملها بالكونسيلر، ممكن اعملها بكريم المرطب زي دلوقتي اهو كده، وبسحبها بالشكل ده اهو. وبس كده، مفيش اي حاجه. الناحيه التانيه كذلك. اوه هحط حته كريم مرطب، حاجه بسيطه برضو عادي مع الحته اللي باظت. اهم حاجه نرطب كويس تحت العين، اهم حاجه ترطيب تحت العين، والمنطقه دي اللي بتكون باين فيها الخطوط دي تحت العين، دي وتحت العين والمنطقه دي. بصوا مش كل لازم يكون مترطب كويس. اصغر بس هصغر الزوم بس كده. انا سايبه ده كله كده كده لانه هيدمج. فهكمل هدى بيوتي، وهدمج معاه برضو من فيتمي، يعني بامب مع 2 بامب اهي. انا بحب ادمج على ايدي كمان. نستدخل هذا من غير بحب ادمج على ايدي. بصوا انا هجرب معاكم حاجه عشان حسيتها في الفاونديشن بتاع هدى بيوتي. المكان اللي اعمله ادمجه على طول، لانه بيدي معرفش، بحسه مش مظبوط معايا لما بسيبه وادمج وارجع تاني. لا، المكان اللي هحطه ادمجه كذا مره يعني تفرق معايا. بس هو كتغطيه ملوش حل. الناحيه التانيه بقى يا بابا اغسلي ايدك. اغسلي ايدك. غسل مش طبعا. ده غسل انا مش شايف. وهي غالي وهي سليمه كمان مش شايف. خطير.
اهم حاجه يا بنات قلت لكم عليها، خدي وقتك كله في الدمج، اهم حاجه. كده انا بلبس ونش امتص اي زياده معايا. هبدا بعد كده بقى ارسم اماكن التنوير وارسم الكونتور بتاعي. استنى ارجع من هنا. روح فرق روح فرق هيطفي النور. يطفي النور. هبدا بقى ارسم معاكم الكونتور. مش من هنا. انزل. ما كانش هي مش راجعه. خلاص دي. مفيش فايده مفيش فايده. جميل يا بابا خلص. خلص الروح. والمصحف خلص اهي خلص. خد 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 يا بابا. يا بابا هتبهدل نفسك. بس اهي. بكره كده واحده بس. فاضيه اهي فاضيه يا بابا فاضيه يا بابا. فاضيه بكره كده واحده. انا مش بص انا العمليه مش فاضيه مره. هبدا ادمج شوفي مفيش حاجه والله، مفيش حاجه انس، مفيش حاجه. شوفي شوفي يا انس، شوفي. كل سنه وانت طيب يا اخويا وعاش من شافكم.
مختفيين فين كلكم؟ الشله كلها كده مختفيه فين؟ ما شاء الله. قول زي المره اللي فاتت، قول عكها زي ما كده المره اللي فاتت. طب اقفل الباب، اقفل الباب. خلاص خلصانه، ارميها بقى. لا ما فيهاش حاجه، اهو ايه؟ ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه، ويا رب الباب يتقفل. ماشي. الباب تسألوني وعبير وكلكم ما تسألوش عني ليه؟ هو احنا ما كناش بناكل محشي وبط مع بعض؟ نسيتوا اللي صورته لكم كله؟ الحمد لله على السلامة. لو ما كنتش ظهرت ما كانش في حد هيسأل. لو ما كنتش بني ادمين هتسأل، عرفتكم. ايوه حد سأل عليا؟ حد قال لي فينك؟ حد قال لي سلامتك؟ فينك يا بنتي؟ قلقاني علي؟ حد قالها؟ اخس اخس. انا سايباكم البرنامج اصلا موشة. راح برنامج تاني. شو لو قلتوا هنا هتحذر، فاستنتج معايا وانا هقول لك اه او لا، واكتبوا مره واحده بس كده. هو برنامج تاني زي التيك توك كده، عليه لايفات وعليه تفاعلات وعليه فيديوهات، عليه حاجات حلوه قوي كتير، وناس كتير قوي من هنا عليه عاملين صفحات تانية نفس اللي بيعملوه هنا، هو اللي بيعملوه هنا، وسابوا هنا كمان. احكي قولي. البرنامج ده كل الفيديوهات اللي موجوده عند اي حد، الفيديوهات اللي بيكون عليها مشاهده ليها مشاهدات حتى فيديوهاتك بيجي لك على الصفحه ويجي لك عليها مشاهدات. احنا هنحتاج ايه احسن من كده؟ وبتبقى المحاسبه يعني ما شاء الله. حلم هيتحقق، فاكر؟ حلم هيتحقق يا ناس. حلم هيتحقق والله، ما اعملوا الايموشن بتاع. لا حلم هيتحقق وهجيبكم كده واقول لكم شفتوا كنت بقول لكم ايه. في مزيكا شغاله واحنا ماشي معايا. شايف اللايف واقع ازاي؟ انا كان الاول اللايف ده بيبقى عندي 200 300 400. حبيبتي يا سعاد، سعاد موجوده يا روح قلبي. شايف اللايف واقع ازاي؟ شايف اللي بيحصل لي؟ شويه عدي عليك وتزول وتاخد مني وحقك عليا. ما شاء الله ما شاء الله. بتتضايق؟ الشمر اللي هنا فضل الشمر اللي هنا ساح. ليه بقى؟ عشان رشيت من قريب، ايدي تبقى بعيده. والله وحشتونا يا انس، انت وفيفي وعبير ومدينه وعماد ومنصور. حبيبتي سوسو، لا مش عارفه اعمل كاست، مش عارفه اطلعك جست يا I'm sorry. الله الله، كل مره بكونش محضره عني الله بجد. لن اتكلم كتير، مش هتكلم كتير.
تحية راس السنة الجديدة. ربنا يرحمه يا رب. امتى الكلام ده يا انس؟ ربنا يرحمه يا رب. خلصت كده بقى، هبتدي احط البلاش بتاعي الكريمي، وبعد كده اثبت باللوز باودر، وبعد كده اعمل تحت عينيا واحط الروج بتاعي. وممكن اغير الرمش ده لو فضل تعبني نفسيا كده، الرمش ده غير الرمش ده، العين دي حاجه والعين دي حاجه ثانيه. وفرشه الدهان دي هندهن بيها حيطه، مش هندهن حاجه بسيطه، حاجه بسيطه خالص. حاجه بسيطه خالص. ايه اليوم الحلو ده؟ انا بحب احط نقطتين اهو. خلاص بقى، انا كده خلصت كل المنتجات الكريمي، كل الحاجات الكريمي اللي بتتحط على البشره. هبدا. انت حكيت بدك تعملي مع بشاميل، انا قلت اعمل مكرونه بشاميل، ما بحبش على فكره، ما بحبش مكرونه بشاميل. يعني هو عادي، بس انا في ناس بتبقى مجنونه بيها، مجانين مكرونات وحاجات انا ما باكلهاش يعني بقى كده، عادي يعني. لو مش موجوده يبقى احسن بالنسبه لي. كنت يوم ما كنت عامله فاكر المحشي والبطه كان محشي وقتها. انا انسانه مش مكرونيه، بتتقال كده، انسانه مش مكرونيه خالص يعني، مش بتاعت مكرونات. اه اه، مالك عارف بقى، مش بتاعت مكرونات. باكل كتير، لا بحترم الاكل، احترم ان طعم معين خدت عليه لازم هو يبقى طعم، مفيش حاجه لازم تبقى غلط، ما بحبش الغلط في الاكل، ما بحبش حد يطلع حاجه في الاكل تبقى مش كويسه، اكل اللي عند حد دي ما بعملهاش، لان ما بكونش واثقه بقى في نفس الطعم اللي في دماغي، فلو اكلت طعم تاني غير لي الطعم اللي حباه هكره الاكله دي، مش هحبها، تنزل من دماغي بقى. كبسه هستخدم اللوز باودر بتاعت لولا. عايزه من تاني عشان لما باخدها، هستخدم اللوز باودر بتاعت لورا مارسيه اهي. لا، في احتفالات بره شغاله، بس للناس اللي عندها صحه يا سعيد، احنا كبرنا حبيبتي، للشباب بقى لما كنا شباب شغالين بره يا اختي احتفالات ايام ما كنت بقى صغيره قبل ما اعجز كده، كنت ليله راس السنه دي ما برجعش البيت الا الساعه 4 الفجر او 5 كمان، بصراحه والله العظيم يعني مش ببقى لوحدي يعني طبعا. فكنت اطلع دي من الساعه 8 نطلع بقى اعمل شعري واخلص، وبعدين نروح نقعد في مكان، وبعدين نتفرج على الاحتفالات وسهرايه سعيده، اجواء بقى هنا بيعملوا حفلات تبقي اغاني بقى وكده ومطربين، ده كان كل سنه بالنسبه لي. لكن خلاص الواحد كبر، عجز، عجزت ساعات. بابا يا بابا شفتي انتوا كنتوا بتطلعوا فين بقى ايام ما كنتوا شباب برضه زينا وكده؟ ما هو راح ليه في الاخر هنلف نلف، وهيبقى لنا البيت، قعده البيت، مهما نلف، مهما نلف قاعدين في البيت. والله كلامك صح. اه شفتي انا ما كنتش بقعد في البيت نهائي نهائي نهائي، لازم اتحرك، لازم يطلع لي مشوار من تحت الارض، لازم ما مش يوم واحد على طول، انا ما كنتش بقعد في البيت والله العظيم، لو انا بقى صغيره خالص بقى وكده ما كنتش بقعد. مره واحده يا اختي كده بدات احب قعده البيت، بدات اقول الله، طب قعده البيت حلوه وهاديه ومفيش مشاكل ومفيش زهق، مفيش ملل. مره واحده ربنا حببني فيها. ايه ايام ما كنا شباب اعمل ايه؟ هرسم تحت عيني واحنا برضه قاعدين في البيت، وبنعمل لوك عشان قاعدين في البيت،
قاعدين في البيت عشان بنعمل لوك، وبنعمل لوك عشان قاعدين في البيت، الاثنين مع بعض. ما تقلبش المواد. بس عارفه هو مزاجنا على فكره، يعني احنا لو عايزين نطلع هنطلع، لو عايزين نخرج هنخرج. بس خلاص كنت انا بخرج لوحدي فاضيه، لكن دلوقتي معايا ابني، فبقول لسه هخرج، بس هلبسه وبعدين البس وبعدين ما اعرفش ايه. لو انا لوحدي هتلاقيني فريره، الهدوم بتلبسني لوحدها. لكن معايا حد ما بحبش انا بقى، هو بقى لو يروح يتفسح فباخده وبنطلع، لكن انا بقى لسه ها ولسه هي والكلام ده كله. ده ولعوا فحم، مولعين فحم بره، وبحب الفحم انا والجو ده. لا اخلص واروح اقعد بقى معاهم. حفله جورج مشغلينها. فلوس ايه ده معاه ملايين. اللي كانوا ذكريات، لو نويت تنسى اللي فات، واللي كانوا ذكريات، واللي كان. مش قالوا الناس عليك، قالوا الناس، انا قلت شاري سيبه يبقى. خلصت دي بقى وخلصت دي. زاد كلامهم حبي ليك، قالوا كده يبقى طلقايه طلقايه راس السنه. ربنا يخليك يا سعيد، انا بهزر. احط اشوف عيني بقى، احط ايه بقى؟ احط كحل اسود ولا احط ابيض ولا بيج؟ شوفوا انتوا بقى. يا حبيبتي تسلمي لي يا روح قلبي. احط ايه؟ بفكر. وصلت القرار. ده قلم جامد عشان الجو برد. حرام عليك. هقفله والله، هقفله يا سعيد وافتح تاني خلاص، عشان انا بجد زعلانه. انا زودت رمش صغنن هنا، اخدت رمش صغير. انما نسيت اعمله منين. بصي انا، بصي سعاد، انا جيتي نورتي، عملت زودت رمش صغير. مش هطلع بيه بره. نسيبه كده. ايوه حبيبتي يا سوسو، يا احلى سوسو. بس كده. هبدا اعمل في اخر العين لون نور.
هبدا بقى اعمل البلاش بتاعي الباودر، وبعد كده اعمل الروج. الحمد لله يا استاذ حسني، تمام الحمد لله بخير. لا انا بقالي فتره اصلا ما كنتش بطلع اولى وكده، ف لسه اهو طالعه بعد غياب يعني. يا ريت تروحوا هناك بقى، يا ريت تجولي هناك هيبقى احسن. هو مش هقدر اقوله هنا، هو زي ده بس أنا مش هقدر أقوله. عرفته، هو اول حرف من اول حرف اللي كان بتاعك اسمه ايه؟ منى عبد الحليم، برضو زي هنا زي هناك بالظبط. بس بقى الخطوه دي ابدا بقى احط الروج بتاعي، وانا لسه ما حطيتش الهايلايتر على فكره. خلاويص لسه خلاويص، يا هلا يا غلا يا مرحبا. لو كده هحط له روج ايه؟ تمام.
اتكسر، صباع روج اتكسر. هجرب الدرجة دي، هشوف عليه الأول. لطيف، خليني بيه بقى وخلاص. اوعى تتكسر. اللون هادي، اللون هادي يا جماعة. صوتي راح. اللون هادي ها. نزلي اللوك على اليوتيوب، بنزله على اليوتيوب. وبس كده. وعايزه بس اعمل حركه في مدمع العين. يا بابا خلاص ها؟ خلاص خلاص ايه؟ يعني بخلص يعني ايه فترة دي؟ ربع ساعة مثلا؟ يعني مثلا كده. على ثالث الفطور. بس كبسوا يا جماعه اللي موجودين يعني، بليز كده كبسوا كبسوا. اهو تعالى نرسم حبيبي. افتح لي كمان. اهو قلت لك هخلص وافتحه لك. ماشي. ماما اخر. ماما مين وقعتي؟ خالتي اطلع يا حبيبي دلوقتي.
ايه اليوم الحلو ده. خلصت كده بقى، هبدأ اعيد تاني على اللون من جوه العين علشان احس انه، او شوفوا لما بزود بتلاقي اللون بان تاني ازاي. اهو هبدأ بعد كده احط الكومباكت باودر بتاعتي، اثبت بقى من تحت العين علشان ما يكونش عندي خطوط، وابرز وانور مكان تحت العين، مكان ما اي حاجه وقعت بقى. الناحيه التانية وبعد كده كمان اخر حاجه همسك البرونزر بتاعي اللي ما استخدمتهوش بقى خالص النهارده، اللي هو مكان بستخدمه في اماكن اللي هي حطيت فيها الكونتور بتاعي، اللي هنا عند المناخير. اهو شايفين. شكرا شكرا يا استاذ حسني. بفرح قوي والله العظيم لما اللوك بيطلع في الاخر ما بكونش محضره له وبيطلع حاجه حلوه. حاجه بتسعدني يعني، بفرح قوي. بس كده. تكبيس بقى، تكبيس بقى. لا حبيبه قلبي يا احلى سعاد، فكرتك حلوه، قفلت وفتحت. ايه رايكم؟ اللي بيتفرجوا عليا وعندي على الانستا بتاعي ممكن يصوروا معايا اللوك، يعني ممكن ابعت لك المدام تظبطيها. ده شرف ليا والله يا استاذ حسني، اللي حضرتك عايزه شرف ليا بجد. البناويت اللي عندي او اي حد عندي على الانستا صوروا معايا اللوك، وممكن تبعتوه لي هناك على الصفحه بتاعتي علشان انا مش عارفه اصور نفسي دلوقتي باللوك بتاعي. فممكن يلا تشيلوا الكتابه دي، الكتابه اللي موجوده زقوها كده او كده، وبعد كده صوروا معايا بقى اللوك. يلا. اللي موجودين يصوروا معايا اللوك بليز بليز، انا مش عارفه اصور لنفسي. الو 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 الو. خلاص خلاويص خلصنا. وده كان لوك النهارده اللي عملته معاكم، يا رب
بكون خفيفه تقنونه عليكم. هقول لكم بقى كل حاجه استخدمتها دلوقتي علشان هقفل. اول حاجه رطبت بشرتي بميه الورد قبل اي مكياج، زي ما قلت لكم، زي ما انتم متعودين معايا على طول. قبل اي حاجه بستخدم ميه الورد اللي هي رش كده، وبعد كده بستخدم السيرم بتاع السيرم الكوري بتاع ليزافيكا، بستخدمه بعد كده وبحط منه بعد ميه الورد لما بتكون لسه منديه معايا. ما احطش على وش ناشف، السيرم ما بيتحطش على وش ناشف يا جماعه، بيتحط على بشره منديه. اوكي، هكمل معاكم بس اعمل الزوم شويه علشان احسن راسي طالعه فوق في الموبايل. السيرم بيتحط على بشره منديه. اوكي، خلصنا السيرم. دخلت، انا هبتدي معاكم مش بالترتيب اللي اشتغلت بيه، لا بالترتيب بتاع البشره. بعد السيرم بستخدم الكريم المرطب بتاع كلينيك، بستخدمه بعد السيرم على طول. برطب بشرتي كويس قوي قوي بيه، وبعد كده بدي كل حاجه بحطها على بشرتي بديلها الوقت بتاعها المناسب علشان تلحق تندمج مع البشره والبشره تمتصها، وعلى اقل من مهلها خالص. ما نستعجلش، عشان اهم حاجه في المكياج الصبر وانت بتدمج، الصبر وانت بتدمجي. في حفظ الله يا روح قلبي، انت احلى سعاد، مع الف سلامه. نصبر واحنا بنعمل كل حاجه في خطوات البشره عشان المكياج يطلع معانا الفينش بتاعه النهائي بتاعه حاجه نظيفه. خلصنا ده، استخدمت الفاونديشن بتاع هدى بيوتي، واستخدمت بتاع فيتمي. استخدمت الاثنين مع بعض، مكست ده مع ده علشان خاطر انا بحس ان الكفر بتاعه هو اصلا كده في الكفر تقيل على البشره، فباخد من ده 1 بامب على 2 بامب من فيتمي. اوكي، عدينا المرحله بتاعه الفاونديشن، دخلت في المرحله اللي بعد كده اللي هي بتاعه رسم البشره. احلى مرحله بحبها بقى، ندخل في رسم البشره، اللي هو عايزه اتخن ايه، وعايزه ارفع ايه، عايزه انحت ايه، عايزه اصغر ايه. هو بالشكل ده. دخلت على الباليت الجامده جمدان السنين بتاعه فوريفر، لو سمحت بعد اذن حضرتك. دخلت على الكونتور، استخدمت الدرجه دي والدرجه دي مع بعض، واستخدمت التفتيح اماكن الاضاءه تحت العين واماكن الاضاءه كلها اللي في البشره. لو سمحت بعد اذنك. اخدت الدرجه دي مع الدرجه دي، مكست برده بينهم، ودخلت على البلاش استخدمت من الثلاثه اللي جنب بعض دول. لو سمحت بعد اذنك. يبقى انا استخدمت الباليت بتاعه فوريفر اللي هي الاثنين في بعض دي. قسمت بقى البشره في كل حاجه. خلصنا المرحله دي، ثبت بشرتي باللوس، قلبتها كلها معايا. نعم انا صوتي امي فوق يا كميو. معلش، روحي انت. دي اهي، دي ثبت بيها بشرتي. ثبت البشره كمان بالكومباكت باودر بتاعه نود، الاثنين مع بعض دي يعني بستخدمهم في الحاجات دي. ممكن تقولي عاوزه اشتري مكياج، تقول ايه نوع مكياج، يعني ايه شيماء مش فاهمه والله. يبقى استخدمت بتاعه لورا مارسي واستخدمت بتاعه نود، دول في التثبيت بتاع البشره. استخدمت بعد كده الباليت في الاي شادو بتاعه لو سمحت يا حبيبي. استخدمت باليت. بابا عنده وفر في ماخي. معلش. استخدمت في الاي شادو بتاع العين، استخدمت الباليت دي بتاعه مورفي. الالوان استخدمت في البنيات بقى، وبعد كده فنشت بالشمر بتاع ثانيه واحده عشان قفلت الضوء. هقول لكم على الالوان بالظبط. استخدمت من هي اي افضل فاونديشن هاي اند هو انا بستخدم هدى بيوتي هاي اند. انا بستخدم هدى بيوتي، وفي ناس بتقول على نارس حلو قوي، وفي ناس بتشكر في حاجات كتير قوي. بس انت هتستخدمي الهاي اند في ايه؟ ما انت لو استخدام شخصي ماشي، لا لو استخدام شخصي تقدري تجيبي مثلا دراج ستور، لكن هاي اند احنا بنستخدمه علشان شغلنا احنا يطلع نضيف وما فيهوش غلطه. انت ممكن تستخدميه لو حاجات شخصيه، يعني اشتري خطوات المكياج ايه. ما هو انا معاك اهو في الخطوات. استخدمت الفاونديشن بتاع هدى بيوتي، واستخدمت كمان فيتمي. ودي مراحل البشره عرايس. هي انا بستخدم هدى بيوتي، في ناس بتستخدم نوت، في ناس بتستخدم نارس، فخلينا في ده. يعني ممكن تقولي ايه اول حاجه احطها على وشي؟ اول حاجه يا شيماء قلت لك اهو، اول حاجه السيروم بتاع الزفيكا، والبشره بتكون من ميه الورد، تكوني رشه ميه ورد وبتستخدم السيروم ده. وبعد كده بستخدم المرطب معاكي يوفي بالغرض، بس يكون ترطيب كويس وعميق علشان ما يعملكيش خطوط تحت العين او خطوط في خط الابتسامه. الحاجات دي كلها استخدمت ده علشان ده نضيف وكويس لحد ما يعني. بعد الفاونديشن اللي قلنا عليه استخدمت الباليت بتاعت فوريفر، كل اللي فيها نحت بيها الوش وعملت منها البلاشر، واستخدمت اماكن الاضاءه كمان والتفتيح بتاع الكونسيلر بتاعي. عدينا المرحله دي، ندخل بقى في لورا مارسيه وكومباكت باودر بتاعه نوت، واستخدمت الحواجب جل الحواجب بتاع نوت برضو فظيع. واستخدمت ايه كمان؟
واستخدمت للحواجب الباودر بتاعه مايت سينما، بحبها جدا الباودر حواجب بتاعه مايت سينما، استخدمتها لحواجبي. استخدمت في الاي شادو بتاع العين زي ما قلت دلوقتي الباليت بتاعه مورفي. واستخدمت الهايلايتر بتاعي من اوفرا، اهي بتضل معايا. استخدمت الباليت بتاعه اوفرا من الهايلايت اهي. واستخدمت كمان هايلايتر بتاع مايت سينما حلو قوي استخدمته، بس انا بستخدم بتاع اوفرا لما بحط في مدمع العين عشان بيديني شكل حلو قوي في الاخر يعني غير الفينش التاني. واستخدمت للرموش لزق بتاع لانيل. واستخدمت القلم الابيض اللي حطيته في عيني من كاركتر القلم ده. واستخدمت الكحل الاسود من سيفورا. واستخدمت كده بتهيألي قلت كل حاجه يعني مفيش اي حاجه تانية والبلاش اللي هو الباودر استنى ازوده شويه كمان. والايلاينر كان بتاع اماندا الاحمر من مايت سينما، استخدمت دي حلو قوي اهي. هزود هو كان عامل تقريبا 50 جنيه او حاجه كده الايلاينر. شكرا انت يا شيمو. هلا يا انس، خلصنا المكياج. طيب عامل وشه يكون شكلك متوسط، يعني ايه عامل وشه؟ مش فاهمه. الله يبارك فيك يا انس. يلا انا طالعه بقى اسهر دلوقتي بقى عروسه بقى وكده وبتاع وحركات ومحتكرات قال يعني مثل بقى. ايه اليوم الحلو ده يا جماعه، والله احسن مكياج لما بكونش مرتبه له انا هعمل له ايه، هعمل ايه اصلا يعني. احسن مكياج بيطلع لما بكونش مرتبه. ايه رايكم؟ ازاي اعمل وشي رفيع؟ بالكونتور. هتجيبي الكونتور بتاعك، هتحددي شفتي منطقه الفك دي، العظمه بتاعت الفك دي اهي اللي حاطه ايدي عليها، بتطلعي بالكونتور فوقيها شويه. تمام، دي اول حاجه بتصغر الوش، تطلعي فوق كده بالكونتور بتاعك كده كده. تمام، جربي واتفرجي على فيديوهات وطبقي زي ما هتشوفي. انا من هنا من مصر. طيب والمكياج دلوقتي هتعملي فيه ايه؟ مش هعمل حاجه هصوره وهغسله. وتعملي تحددي بس البشره، تحددي الوش بتاعك كده، انت كده صغرتي. ومن عند القوره، قورتك صغيره مش هتعملي لها كونتور، قورتك يعني فيها مسافه تقدري تتحكمي وتلعبي فيها. تعملي زي ما عملت كده، بتنزلي بره خط الشعر يعني بره منبت الشعر، ما بتدخليش فيه، لا انت تعدي كده بره شويه عنه. وتعملي نقطتين 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 وتدمجي بالسبونج بتاعتك لمنبت الشعر، بتدمجي لفوق، بتدمجي لفوق. اوكي. بعد كده بتيجي عند الخدود عندك بقى، عايزه تخليها مرفوعه فوق، يبقى عندك خدود لفوق كده مثلا، زي مثلا انا سحباها لفوق. هتجيبي الكونتور بتاعك من اول هنا، شفتي فتحه ودانك، اول فتحه اول فتحه ودانك فين، اهي هي دي. بتمشي معاها كده خط كونتور كده. اوكي ده لو انت عايزه خدودك مرفوعه لفوق ومسحوبه لفوق. مش عايزاها كده برده نفس الخط، هو كده كده خط الكونتور بيبدا من اول الودان من فوق، من اول ودنك من فوق. بتجيبي كده، تنزلي كده كده كده، تمشي بالكونتور بتاعك كده، وبعدين تنزلي بيه لتحت على خفيف. وطبعا الكونتور ما بتكتريش فيه، لان كل ما هتكتريه كل ما مكياجك بيغمق، كل ما بيبقى باين قوي، مش هتقدري تتخلصي من كل ده فين. وغير كده كمان هيسمرك قوي، يعني ممكن انت درجتك غيره تطلعي اوت على طول. هبعت لك الصور ان شاء الله. شكرا يا استاذ حسني، شكرا. اوكي، فاحنا هنيجي، انت عايزه وشك يبقى منحوت ورفنع قوي، بتعملي كده، تنزلي كده والدمج في نفس المكان، دمج الكونتور هتدمجي في نفس مكانه، مش بتطلعي بيه لبره، لا دمج الخدود في نفس المكان، دمج الفك بتنزلي بيه لتحت، تدمجي لتحت، دمج القوره بندخل بيه على منبت الشعر. وها هو الكونتور. وخلصنا يا رب كده شيبو تطبقي وتقولي لي، وانا معاكم بعد كده ان شاء الله. يعني هرجع تاني وافتح تاني زي الاول، وربنا يسهل يا رب. ولما اروح البرنامج التاني عايزاكم تبقوا معايا. اوكي. هي خلصنا. ما قلتلكوش على الروج. الروج استخدمت اللي هو روج كوري، مش عارفه يعني مش عارفه اسمه ايه، بس ما اعرفش، هو مكتوب شوكولاته. هو كوري. اخدت من الدرجات دي، مش فاكره انهي درجه بالظبط، هي كانت مكسوره تقريبا درجه 1. اخدت من الدرجات دي، وبعد كده حطيت عليها اللوس بودر بتاعتي، وبعد كده حطيت
الليب جلوس بتاعي. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يخليكي يا اميره. شكرا يا شيم، وكل سنه وانت طيبه يا رب، وسنه سعيده علينا كلنا، وكلنا نحقق اللي ما عرفناش نحققه في السنه اللي فاتت نحققه السنه دي يا رب، وتعدي علينا سنه كلها سعاده وخاليه يا رب من الفراق ومن الاحزان. ايه اللي في عينيكي من جوه؟ ايه اللي في عينيا؟ مالها عيني يا بابا من جوه؟ مالها؟ ايه اللي في عيني من جوه؟ ها هو لوك الهابي نير، مش هقول لك الكريسماس. يا رب يا قمر حبيبتي، يا رب يا رب كلنا نبقى مبسوطين، وان شاء الله عندي احساس ان السنه دي باذنك يا رب هتبقى حلوه قوي على الكل ان شاء الله. كل السنين اصل السنين اللي فاتت دي كانت اعجاف قوي على كل الناس، لو دورت كل الناس تقول لك ايوه السنين مش مظبوطه معايا. ان شاء الله السنه دي هتبقى فتحه خير على الكل، تبقى فاتحه للسنين اللي جايه. ايه اليوم الحلو ده؟ ربنا يخليكي. ده عارفه كمان انا بشرح تفاصيل التفاصيل، بس مش عارفه اخد راحتي قوي لان اتاخرنا، والبقلوز الصغنن بتاعي عمال عرفني اهو عايزني اشغل له حاجات، بس انا بضحك عليه يعني مش هشغل له حاجه يا ماما اهو كده. اهو يا ماما. ماشي يلا خلاص مش هشغل حاجه يا ماما انت مش راضية تفتحي الكمبيوتر؟ لما اخلص. ماشي خلاص. طيب نقفل الباب ماشي اهو اهو. اهو هم؟ طب خلاص مفيش خالص حاجه تشتغل. اهو. طيب اهو فين؟ ايه بابا انا اسمي منى كده. بابا ربنا يخليكي يا اميره، نايم تسلمي لي يا حبيبه قلبي. بابا نايم. والمرات اللي جايه في المكياجات اللي جايه هشرح لكم بالطريقه بادق التفاصيل بابا برغي نايم. كتير، بس هو عشان النهارده انا بقالي ماما. فتره كبيره قوي. حاضر يا روحي. بابا نايم. بقالي فتره كبيره قوي ما خرجتش، بس وكنت الاكونت بتاعي يعتبر يعني كان واقف، يعني مش شغال، يعني كده مش عليه تفاعل، فلسه راجعه النهارده اول مره، وان شاء الله نتقابل كلنا على خير بعد كده. يا خرابي وبس كده. خدي يا ماما. شكرا يا حبيبي. انت تعبك القلم ده من الصبح. انا مش عايزه اسيبكم والمصحف مش عايزه اسيبكم، بس خلاص بقى اقول لكم على تصبحوا على الف خير. و انا قبل ما بطلع بعمل فيديو بقول انا طالعه لايف، فما بكونش عارفه هطلع يوم ايه بالظبط يا شيماء. قبل ما بطلع بعمل فيديو الاول وبنزله على صفحتي اني هطلع لايف، وكده احنا مع بعض ان شاء الله. هقول لكم تصبحوا على الف خير وسنه سعيده يا رب. تصبحوا كلكم على الف خير وهابي نيو يير. باي. ماما افتحي انت